السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا ثاني فيديو من هاد الدورة ديال الألغوريثم، وكيف قلت لكم في أول فيديو غادي نخصص أنا هاد الكورس ديال غادي نعطي فيه مجموعة ديال الدروس اللي كتخص الألغوريثم. لما نفصل داكشي اللي قلت في أول فيديو ندخلو نيشان في هاد الموضوع و نبداو نعطيو التعريف ديال الألغوريثم. كيف ما في أي حاجة أحسن طريقة باش أننا نفهمو ديك الحاجة تنظن نعطيو لي زيكزامبل شنو هو الألغوريثم، نعطيو شي زيكزامبل تاع الألغوريثم. غنبداو في أول مثال. إلا كنتفكرو فاش كنا كنقراو الرياضيات أو الماط كانوا كيعطيونا مسائل رياضية، مسألة رياضية وكانوا كيطلبوا منا نلقاو ليها الحل ديالها. حنا من جهتنا كنا كنشدو المسألة كنشدوها كنقراوها كنفصلوها مزيان، كنفهمو الكلمة بكلمة، كنحاولو نستنبطو منها العلاقات إلا كاين شي علاقات شي المهم خصنا نفهموها مزيان باش اننا نوصلو لواحد ان ريزولتا. المهم ديك الطريقة ديال اننا فكرنا اننا خرجنا العلاقة من هنا وهادشي غنشوفوه من بعد شي دي زيكزامبل كيفاش اننا توصلنا للحل ديال ديك المسألة. هذاك بحد ذاته راه الغوريثم، يعني فكرنا وبدينا كنحلو علاقات، حسبنا هنا وصلنا للحل، هذيك راه الغوريثم. اللي بغيت نشير ليه هو ان الطريقه ديال انك كيفاش فكرتي توصلتي للحل. مثلا جبنا جوج ديال التلاميذ عطيناهم نفس المساله وحده، هذا غادي يخرجها غيوصل للحل، الاخر غيخرجها غيوصل للحل، المهم يوصلوا لنفس الحل. كتكون عندنا ريزولتا واحده ما كتكونش عندنا بزاف ديال لي ريزولتا، ولكن الطريقه ديال اللي خرجها الاول ماشي هي الطريقه اللي خرج بها الثاني، يعني راه تقدر تكون بزاف ديال الطرق. هذا ماشي الغوريثم كتكون عندها بزاف ديال الطرق باش انها تخرج، ولكن كتلقى في الاخر كتلقى تكون نفس الريزولتا، المهم تكون داكشي اللي طالبين منك يكون هو هذا، ولكن باش انك تخرج شي كتختلف من التفكير ديال هذا لهذا لا. وكتبقى احسن طريقه هي ديك القصيره، يعني اللي خرجها بلا تعقيدات، يعني خرجها بسلاسه وبسهوله تامه، وصل عطاك واحد الريزولطه باينه. ونعطيو مثال اخر عاوتاني للالغوريثم. جينا حطينا مثلا عندنا واحد الخريطه، حطينا جوج ديال الاشخاص في نفس البلاصه، قلنا لهم خصكم توصلوا لواحد البلاصه معينه، هذا غيختار مثلا طريق غادي يوصل لديك البلاصه، الاخر غيختار طريق اخرى باش يوصل لديك البلاصه، ولكن هذا اختار واحد الطريقه اسرع على الاخر. المهم الالغوريثم هي ديك الطريقه ديال انه باش فكر غيدوز من هنا غيدوز من هنا غيدخل من هنا الدريبه هذه، المهم يوصل لنفس البلاصه. الاخر كذلك غادي يختار الطريقه هذه، هذا غيوصل لنفس البلاصه. وكيف قلنا احسن طريقه هي اللي يوصل بها دغيا البلاصه ولا الريزولت. نعطيو اكزومبل اخر عاوتاني الالغوريثم. عندنا واحد المساله عفوا مثلا قلنا لكم طيبوا لنا مثلا كسكسو. الطريقه ديال انك باش تفكر غادي تجيب مثلا الملحه، هذا غادي يجيب السميده، غادي تجيب مع داكشي كيدار في كسكسو. المهم كتبقى تفكر تصاوب من هنا، المهم حتى توصل لواحد الريزولت. يعني اش بغينا نقولو بالالغوريثم، يعني نقدروا نستنبطوا من هادشي كامل، نقدروا نستنبطوا واحد التعريف. الالغوريثم هي واحد من التتالي ديال الافكار باش انك توصل لواحد الريزولت، مجموعه ديال الافكار باش انك توصل
واحد ان ريزولت واحد التعريف بلونغلي خاصة المهم كيف قلت لكم ان الالغوريثم هو مجموعة ديال الافكار باش نوصل لواحد ان ريزولتا منطقية، وكتكون ريزولتا وحدة ما كتكونش بزاف ديال لي ريزولتا. ويقدر شي واحد فيكم مثلا يجي يسولني يقول لي اشنو هو نحل مشكل شنو هي علاقته بالانفورماتيك، يعني احنا كنقراو شي ديال الانفورماتيك شنو هو علاقته ديال الالغوريثم. انا غادي نجاوبكم. دابا سيدي افترضوا معايا ان باغي واحد تصاوب واحد البروغرام، لا عفوا ماشي نحاول نعطي واحد المنطلق زوين. بيسي هو يعني واحد الجهاز يعني كتقدر يحسب لك، تقدر يدير لك مجموعة ديال العمليات، ولكن هو غير جهاز ماشي شي حاجة اللي غادي تفكر عوض عنه. يعني إلا بغيتي تصيد واحد، إلا بغيتي مثلا تحسب النقاط ديال التلاميذ ديال القسم، ماشي بإمكانه أنه هو يحسبها لك. تقدر تحسب مثلا كالكولاتريس هذا، ولكن انت بغيتي تاخد كل تلميذ تكتب ليه النقاط ديالو تضربها في المعامل تخرج ليه معدلها، هو مش بإمكانوش يخرج يدير هادشي باش التلميذ ياخد النقاط ديالو، يشد النقطة الأولى يضربها في المعامل يحطها، النقطة الثانية في المعامل والأخرى يجمع داكشي. يعني هذه هي المشكلة حنا خصنا نلقاو ليها الالغوريثم ديالها ونعطيوها للبيسي، وحنا ديك الساعه كنوليو نتعاملوا مع لي دوني. حنا كنعطيوهم النقاط، ديك النقاط كيدخلوا لديك الالغوريثم وكيخرجوا لينا ان ريزولتا. يعني الا جينا بغينا نفسروا الالغوريثم نقدروا نفسروه من هذا المنطلق. يعني بصافي عندنا هذا هو البيسي مثلا، هذا هو البيسي كنعطوه ديك الالغوريثم والو ديك الساعه كنوليو نتعاملوا غير حنا كنعطوه مثلا غير النقاط، يعني لي دوني وخصو يخرج لينا الريزولتا. هذه تقريبا اي الغوريثم. يعني الغوريثم هي عباره عن بحال بيتي واحد مصنع كنعطوه واحد الحاجه وكيخرج لنا حاجه اخرى من داكشي اللي عطيناه بشكل اخر. وغادي نشوفوا بزاف ديال لي زيكزامبل وغنحاولوا نفهموا هادشي مزيان. هادشي في الاول تيكون شويه ما واضحش، ولكن من بعد ان شاء الله راه كلشي تيكون باين ومفهوم ان شاء الله. غنحاولوا نعطيو واحد اكزامبل اخر. مثلا نرجعوا للمسائل ديال الرياضيات. مثلا عطاونا مثلا مجموعه ديال الارقام، عطاونا 12 1 3 7 مثلا 11. قال لنا سيدي هاد الارقام بغيناكم ترتبوهم ترتيب تصاعد، يعني من الصغير للكبير. هذا نقدر نعتبره واحد البروغرام. مثلا واحد البروغرام نعطيه للبيسي، حنا كندخلوا ليه مثلا 1 2 3 4 5 ديال الارقام، مثلا 1 2 3 4 5 ديال الارقام نعطوه لهذاك البروغرام، وبغينا داك البروغرام يرتبهم لنا من الصغير للكبير.
بيسي ما غاديش يعرف كيفاش يرتبهم، يعني حنا خصنا نكتبوا واحد البروغرام اللي بيسي انه يقدر من داك البروغرام اللي كتبناه حنايا يرتبهم ترتيب تصاعدي او تناقصي على حسب حناش بغينا. هذا كاكزامبل، كاين بزاف ديال لي زيكزامبل، مثلا ان شاء الله غادي نحاول نفهم. مثلا حنا الا بغينا الا جينا بغينا نقرا نحل هاد المساله كيفاش غادي نديرو. مثلا نبوطاو داكشي مزيان، غنشدو الرقم الاول مثلا 12 وغنقارنوه مع واحد. دابا 12 حنا بغينا نرتبو هادشي مثلا من الصغير للكبير، نحطو الصغيرة هي الأولى الثانية، غنقارنو مثلا 12 مع واحد، غنلقاو 12 أكبر من واحد، ألو غادي نخليو عندنا واحد هي الصغيرة، أو لا عفوا نعاودو نديرو بغينا نرتبو هادشي من الصغير للكبير، غنشدو 12 غنقارنوها مع واحد نلقاوها كبيرة، عاوتاني غنشدو 12 نقارنوها مع 3 نلقاوها كبيرة، 12 كبر من 7 غنلقاوها كبيرة، 12 نقارنوها مع 11 يبقاو كبيرة، الوغ هي الكبيرة فيهم، الوغ غنخليوها. غنشدو عاوتاني واحد غنقارنوها مع 12، واحد صغار من 12، الوغ نقولو ها هي هنا واحد صغر من 3 صغيرة، واحد صغر من 7 صغيرة، هي واحد صغر من 11 صغيرة فيهم، الوغ هي الصغيرة، الوغ نحطو واحد. عاوتاني غنجيو نديرو نفس الحاجة بالنسبة لثلاثة، نشدو 3 نقارنوها مع 12 صغيرة، هذه ديجا لقينا هي، الوغ غادي نتجاوزوها حيت هي لقينا هي الصغيرة فيه وحطيناها، ولا نقارنوها حيت تقدر تكون صغار منها في حالات أخرى، ولكن 3 صغار من واحد لا كبيرة عليها، 3 صغار من 7 صغيرة عليها، 3 صغار من 11 صغيرة عليها، الوغ غنحطو 3 والعملية غادة وهي غادة بحال. المهم خصنا نورو القصة كيفاش انه يفكر يشد الخمسة ديال الارقام، يشد الاولى يقارنها مع الارقام الاخرين يلقاها هي صغيرة يحطها عاود هي غادة. هذا هو الشي اللي بغيت نعني بيه انا بحل ديال المشكل. ان شاء الله نكملو في الفيديو الجاي لان طولت بزاف 13 دقيقة، ان شاء الله نديرو واحد البارتي الاولى بارتي جوج ان شاء الله. نشوفكم في الفيديو الجاي.